اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل تفريزة من تفريزات رمضان. بكيلو لحمة مفروم، بس هنعمل الكمية الكبيرة دي كمية كبيرة اقتصادية وموفرة. والسر في مكون واحد هنشوفه مع بعض. بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. معايا كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا 150 جرام بالبوش. طبعا انا عشان هو ده عندي في الفريزر فبشرته، فما قدرتش ابشر اكتر من كده. بصراحه انتوا ممكن تستخدموا حوالي مثلا ربع كيلو. ومعايا 4 بصلات كبار. والسر بقى في الفول الصويا بتاعنا اللي هو هيزود لي الكميه. طبعا انا جايبه ربع كيلو نقعاه في ميه. ومعايا طبعا فلفل اخضر، ده عشان يعزز طعم الفول الصويا، وكوبايه عصير طماطم. طبعا يا جماعة الفول الصويا ده مفيد جدا وبروتين. وممكن الاستغناء عن اللحمة المفرومة للناس اللي هي بتحب الأكل الصيامي، أو اللي هي بتحب الأكل النباتي. ممكن تستخدمه بدل اللحمة. طبعا هو هيزود لي كمية اللحمة. انا بعد ما خلصت الوصفة بصراحة حسيت ان انا كان ممكن استخدم نص كيلو من الفول الصويا، كان هيديني كمية اكبر، لان الطعم بصراحة عجبني جدا. هحط بقى المادة الدهنية بتاعتي على النار. وهحط البصل لحد ما يدبل كده عشان اعمل عصاق. كمان كمية البصل لو عايزين تزودوا فزودوا شوية كمان. آه، هو العصاق بيحب البصل، خصوصا لو كان مكرمل كده بيبقى حلو جدا. كمان البوش اهوت ممكن نستخدم ربع كيلو. برضه بيدي طعم حلو قوي قوي. بيسيح بقى كده وبيدي طعم حلو للحمة. بعد كده احط اللحمة بتاعتي عشان تستوي. وهضيف لها الفلفل الاخضر، وهضيف عصير الطماطم، وهسيبهم يستووا شوية على النار. واخر حاجة خالص بحطها الفول الصويا. برضو بكرر الفول الصويا ده حلو قوي وطعمه حلو. انا بستخدمه كمان في الهمبرجر، يعني بعمل منه همبرجر. بيدي طعم جميل جدا. بقى الهمبرجر بتاع البيت يعني احلى 100 مرة من اللي انا بشتريه مجمد. آه، وكمان اعمل لكم وصفات تانية برضو اقتصادية جدا. وهتديني كمية كبيرة هتنفعنا في رمضان يعني. آه، كده انا خلاص هغطي على اللحمة عشان تستوي. وبعد كده هبدأ احط الفول الصويا اخر حاجة. طبعا الكمية ادتني كمية حلوة قوي قوي. وهتستخدميها في حاجات كتير طبعا. يعني زي ما احنا عارفين، في الجلاش، مكرونة بشاميل. آه، طعم الفول الصويا حلو جدا. تستخدميها في كل الحشوات، سمبوسة. حاجات كتير. طبعا الاكل ملوش قوانين يعني. هحط له بقى البهارات بتاعتي. هحط بهارات لحمة معلقة كبيرة، وملح وفلفل طبعا، ومعلقة كبيرة من البابريكا. وبس. وابدأ اقلب كله ببعضه علشان يديني طعم حلو. طبعا البهارات اللحمة بحطها عشان الفول الصويا يعني طعمه يبقى احلى. عفوا. ابدا بقى احط في اطباق كده، بحط كيس تحت عشان خاطر لو انا بستخدم، لو أنا يعني لو اتجمد جيت استخدمته في اي وقت اعرف اشيل اللحمه من الطبق الفبر ده، لانه ممكن تلزق فيه. هيديني كميه كبيره جدا. انا طبعا كل طبق من دول وزنته اداني 400 جرام. تقدروا تقللوا الكميه في الاطباق وتخلوها بدل 400 جرام تخلوها مثلا 300. هو هنا مش باين كان بالظبط في الميزان، بس هو كان 400 جرام. تقدروا تخلوها 300 جرام وهيديكي حوالي بدل 6 اطباق يديكي 8 اطباق. والله يا جماعة الوصفة دي اختراع، وكمان طعمها حلو جدا. وكمان وفرت معايا طبعا لو استخدمت اللحمة لوحدها. ومفيدة يعني ما فيهاش اي ضرر خالص.
كده اكون خلصت اهوت الاطباق بتاعتي، هحطها وتبقى عندنا في اي وقت نيجي نعمل بقى حاجة، هتوفر عليا وقت طبعا ومجهود في رمضان. ولو عايزة اعمل اكتر كمية اكبر طبعا في ايدكم انتوا طبعا، ونقدر نستخدمها في حاجات كتير. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك، سبسكرايب وشير، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا انا بغلفها بالستريتش زي ما انتم شايفين، وهحطها بقى في الفريزر بالمنظر ده. طبعا الكمية عندي يعني انا حاسة ان الطبق كبير، فممكن انتوا ايه تقللوا شوية وتعملوه 300 بدل 400 جرام. وبكده الوصفة بتاعتي تكون خلصت. متنسوش تدعولي بقى دعوة حلوة كده، وتدعوا لمازن ابني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.